السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في قناتكم وقناة جميع المغاربة التي تهتم بآخر الأخبار السياسية في المغرب. أصدر السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفين للشرطة يعملان بولايتي الأمن بالدار البيضاء ووجدة، وهما برتبة عميد شرطة ممتاز، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقهما أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء. ويأتي قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة المخالفين في أعقاب البحث القضائي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد الاشتباه في تورطهما في أعمال مرتبطة بالأفعال الإجرامية المنسوبة للمتابعين في القضية التي أحيل بموجبها يوم الخميس المنصرم 25 شخصا أمام الوكيل العام للملك بالبيضاء. وأظهر البحث الإداري المنجز بموازاة مع الأبحاث القضائية المنجزة في شأن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وجود شبكات في الارتكاب موظفي الشرطة لأفعال منافية لضوابط وأخلاقية المهنة الشرطية، وذلك بشكل يمس بسمعة وصورة المديرية العامة للأمن الوطني. ويندرج هذا القرار التأديبي في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توطيد آليات التخليق والنزاهة والانضباط أثناء ممارسة الوظيفة الشرطية، وكذا إرساء الحكامة الأمنية الجيدة في العمل الشرطي، فضلا عن ضمان التطبيق السليم للقانون في حق الجميع بدون تمييز أو محاباة بين عموم المواطنات والمواطنين في المغرب. قالت بعض المصادر أن البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير محمد السيمو المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار يخضع مساء اليوم الثلاثاء رفقة 12 من موظفي الجماعة للاستجواب من طرف قاضي التحقيق في محكمة جرائم الأموال بالرباط. ووفق المعلومات التي حصلت عليها بعض المواقع الإلكترونية، فإن موضوع المتابعة يتعلق بتفويت صفقة في الولاية السابقة من المجلس. اعتبر نشطاء فيسبوكيين وأعضاء من المعارضة أنها لم تحترم الشروط والمعايير المطلوبة. وحسب ذات المصادر العليمة، فإن قاضي التحقيق استمع إلى الموظفين بالمجلس البالغ عددهم 12 شخصا، فيما يرتقب أن يكون الرئيس محمد سيمو آخر من يستمع إليه في القضية. وقالت بعض المصادر أن الوكيل العام للملك طالب بمتابعة السمو في حالة سراح، لكن القرار النهائي يقرره مساء اليوم قاضي التحقيق بعد الاستماع إلى المعني بالأمر. كما أشارت مصادر محلية إلا أن تحريك الملف جاء بعد الشكاية التي تقدم بها مجموعة من النشطاء المدنيين والفاعلين والجمعويين بمدينة القصر الكبير سنة 2021 في حق رئيس المجلس الجماعي للمدينة محمد السيمو في قضايا تتعلق بالفساد السياسي وتبذير المال العام. وتتعلق الشكاية وفق المصادر ذاتها على خلفية تهم اختلالات مرتبطة بالفترة السابقة لرئاسته للمجلس الجماعي بمدينة القصر الكبير، من ضمنها قضية القاعة المغطاة والنزاع حول القطعة الأرضية قرب السور الموحد بجماعة القصر الكبير، والاختلالات المتعلقة بطريق ولاد حميد، بالإضافة إلى قضايا أخرى. في المقابل، عبرت مصادر قريبة من البرلمان المثير للجدل أن القضية فارغة وتدخل في إطار الصراع السياسي، مؤكدة بأن السيمو بريء من أي تهم تتعلق بالفساد المالي، ومعلنة بأن الواقفين وراء القضية يحاولون استغلال الظرفية للنيل من رئيس المجلس الجامعي للقصر الكبير. عاد من جديد الوزير المثير للجدل عبد اللطيف وهبي بتصريحات غريبة ربما، حيث قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن قضية الطفل بالمغرب متشابكة ومعقدة لكونها ترتبط بما هو قانوني واجتماعي وما يمكن في مخيلة المواطن، كما تصطدم أساسا بما هو ديني، موردا بأن وجوده في الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة يمنعه من الحديث باستفاضة حول هذا الموضوع، ولكنه قرر أن يعدد المشاكل التي تطرح بشكل عام على مستوى القانون الجنائي. وأضاف وهبي في الندوة الختامية لبرنامج تحسين ظروف إيواء النزلاء الشباب في المغرب 2021-2023 يوم الثلاثاء في الرباط بأن السؤال الأساسي الذي طرح كان هو: أين يقف الطفل وأين يبدأ الشخص المسؤول الذي وصل السن القانوني، موضحا بأن السن الجنائي القانوني في المغرب هو 16 سنة، والسن الزواج هو 16 سنة، لكن
التصويت أجريناه إلى 18 سنة بحسب تعبيره، وقال: نحن في المغرب لم نحدد ما هو السن القانوني مثل ما تحدد القوانين الدولية بشكل واضح. وقال وزير العدل الذي ألقى مداخلة رسمية قبل أن يتناول الكلمة ليؤكد أنه لا يتفق مع العديد من المعطيات التي وردت في مداخلته، وأن توحيد السن القانوني ضروري في المغرب وستترتب عليه آثار، فالقاصرة لن تتزوج إلا في سن 18 سنة، وستكون لها الأهلية لتحمل المسؤولية تجاه الإدارة والدولة والعائلة، مؤكدا بأن الإشكال أننا نعتبر 16 سنة سنا للزواج وللأهلية في التعاقد، لكن فيما يتعلق بالعقار والمسائل المادية نرفع مجددا إلى 18 سنة. وأضاف المسؤول الحكومي: يتعين أن نقرر ما نريد أن نفعل وكيف نفعل ذلك، موضحا بأن هناك زخما في المواضيع التي تطرح نفسها، على غرار مسألة إثبات النسب حين يولد الطفل خارج إطار الزوجية. وقال: العلماء في العالم بكامله وضعوا تدابير علمية خالصة من قبيل فحص الأبوة أو الحمض النووي. وتابع ساخرا: نحن في المغرب تجاوزنا هذا الفكر العلمي واعتبرناه ما زال لم يصل إلى مستوى الذي حددناه له. هذا الابن ابن من هو؟ وهذا يطرح كثير من الإشكال. وتساءل وهو في مداخلته: هل يمكن أن نقبل داخل دولة تحترم النساء أن يكون لأشخاص ليس لهم نسب وليس لهم اسم؟ وكيف تستطيع الدولة والمنظمة أن تقبل وجود مواطنين في الشارع لا يتوفرون على بطاقة تعريف وطنية؟ وهل يمكن أن نكون قادرين علميا على معرفة أب هذا الطفل ولا نستطيع أن نفرض ذلك بموجب القانون؟ مضيفا بأن الحقوق التي نمنحها للطفل ننزعها من طفل آخر وفق هذا المنظور، ونحاكم ذات الطفل الصغير المولود خارج العلاقة الزوجية تبعا للجريمة وهو أصلا ليس مسؤولا عنها. وبخصوص جرائم الأحداث، أورد وزير العدل بأنه حينما نكون أمام جريمة يرتكبها الطفل فهي بالنسبة لي حالة مرضية وليس فعلا إجراميا، مسجلا أن الطفل لا يرتكب جرائم وليست عليه واجبات ولكن له حقوق فقط، والدولة مطالبة بأن تمنحه هذه الحقوق، وواجباته تبدأ في سن 18، أي عندما يكون مسؤولا ومؤهلا، لكن لأنه لا يصوت ولأنه لا يؤثر فنحن لا نهتم كثيرا لمثل هذه المواضيع، وهو ما يتعين أن نبحث له عن حلول لكون الحدث حين يرتكب الجريمة هو ضحية لتلك الجريمة التي ارتكب. وضرب المسؤول الحكومي المثل بالأطفال المدمنين على المخدرات قائلا: حين نعتقل شابا أو طفلا وندين بالسجن بسبب المخدرات فهذا أمر غريب. الإدمان على المخدرات ليس جريما بل هو حالة مرضية، ولكننا نضيف لها قرارا مرضيا آخر هو الاعتقال، مشيرا إلى أن قضايا الطفل ما زالت معقدة لكوننا علينا أن نحسم هل نحن كمجتمع متقدم ومتطور على مستوى قيمنا نقوم فعلا بحماية الطفل بينما تجبدون القضايا الدينية فيما يخص النسب وتجرون أيضا فيما يخص تزويج القاصر إلى آخره.